الولد كسب المركز الأول في السباق، بس ما كانش مبسوط علشان جايزة المركز الثالث كانت جزمة. اللي حصل إن قبلها بيوم الولد كان ودى جزمة أخته للتصليح، لكنه ضيعها وكانت دي الجزمة الوحيدة اللي عندها. وفي نفس الوقت المدرسة كانت عاملة سباق جري طويل، والجايزة بتاعة المركز الثالث كانت جزمة. الولد قرر يدخل في التصفية وقدر فعلا يسجل اسمه، وقال لأخته إنه هيكسب الجايزة، وهي صدقته. وجيه يوم السباق كل الطلبة كانوا لابسين جزمة جديدة ما عدا هو، كانت جزمته قديمة ومقطعة. بس علشان خاطر أخته ما ترددش لحظة. أول ما صوت بداية السابق ضرب الكل جري. الولد جري بكل قوته وقدر يوصل الأول بسرعة، بس هو كان هدفه المركز الثالث، علشان كده بدأ يبطأ من سرعته متعمد. وساعتها زميله كان نيته مش كويسة وعمل حركة وخلاه يتكعبل. الولد وقع لكنه ما استسلمش، وقف وكمل الجري. بس المتسابقين التانيين كانوا قريبين جدا، ومن غير ما يقصد الولد كسب المركز الأول وخسر الجايزة اللي كانت عبارة عن جزمة. رجع البيت وهو زعلان جدا، بس أخته ما لمتوش، واللي ما كانوش يعرفوه إن أبوهم كان فعلا اشترى لهم جزمة جديدة.